العلاقة بين المثرائية والمسيحية. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي. في سنة 1882 قال العالم الفرنسي إرنست رينان: إذا زالت المسيحية لسبب ما قاهر فإن العالم سيكون مثرائيا. إن عالما كبيرا مثل رينان لا يقول هكذا كلام عبثا، ويفهم من قوله أن بين المسيحية والمثرائية قواسم مشتركة، وثم باحثون آخرون لهم آراء مشابهة لرأي رينان. وقبل البحث في التأثير والتأثر بين المثرائية والمسيحية، دعونا نستعرض بعض المعلومات المتعلقة بالمثرائية قبيل ظهور المسيحية وإبانها. ظاهرة مثرائية: إن إدخال غرب وشمال كردستان داخل نفوذ الأراضي الرومانية منح فرصة ذهبية لليزدانية في صيغتها المثرائية كي تتفاعل مع العقائد الدينية الدائرة في فلك الآلهة اليونانية الرومانية. وأوصلت المثرائية مبادئ اليزدانية إلى بريطانيا، ونجحت قليلا أو كثيرا في استيعاب الأديان الرومانية القديمة. وقبل أن تعلن المسيحية في القرن الرابع دينا رسميا في الإمبراطورية، كانت المثرائية قد أصبحت الدين الأكثر أهمية في الإمبراطورية الرومانية. المرجع ميرداد إيزادي، The Kurds، الصفحة 38. وحوالي القرن الثالث الميلادي كانت مملكة كوماجين ومملكة كابادوشيا ومملكة بونتوس قد استوعبت أعدادا ضخمة من القبائل الكردية المهاجرة، وتلقى الملك البونتي الكردي ميثريداتس الولاء من 14 قبيلة من تلك القبائل للوقوف ضد الرومان. وأصبحت القوة القبلية الكردية طلائع جيشها، وشن المقاتلون القبليون الكرد الهجمات على الأراضي الرومانية المتاخمة في سواحل البحر الأبيض المتوسط قبل أن تبدأ القوات النظامية البونتية هجومها، ثم عبروا إلى أوروبا. وقد سماهم بلوترش لصوصا وقراصنة، وذكر أنهم قدموا أضاحي ومارسوا شعائر غريبة على جبل أوليمبوس، ومن بينها الطقوس والشعائر المثرائية. ومقدونيا يقع جبل أولمبس. المرجع ميرداد إيزادي، The Kurds، الصفحة 38. وجدير بالذكر أن جبل أوليمبوس كان مقر البنثيون الإلهي في أثينا، وانتشر الدين المثرائي في الإمبراطورية الرومانية. إن كلمة زوس من جذور هندو أوروبية، وهي اسم الإله الأسطوري الوثني دايوس، ويعني السماوات اللامعة أو الذي يرى كل شيء. وبنيت واحدة من أكبر المعابد المثرائية في إيطاليا، وهي تقع الآن ضمن الموقع الحالي لكنيسة القديس كليمنت الأول بالقرب من كولوسيوم، وهو مدرج روماني عملاق في وسط روما. أطلال كولوسيوم في روما. الكولوسيوم أو الكوليسيوم أو الكولوسيم أو ما يسمى بالمدرج الفلافي، مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما. وأقام الرومان على شرف مثل المسرحيات الدينية، وبنوا له المعابد والتماثيل، وعبده بعض أباطرة الرومان. وفي سنة 307 ميلادي احتفل بعيد ميلاد ميثرا في 25 ديسمبر كانون الأول، وأطلقوا اسم يوم الشمس على يوم الأحد باللاتينية ديز سوليس، وبالإنكليزية سون داي، تيمنا باسم ميثرا. المرجع أفيستا، مقدمة، الصفحة 33. كنيسة القديس كلمنت على أساس معبد مثرائي. انتصار المسيحية. ظلت المثرائية قائمة حتى القرن الرابع الميلادي، وفي عهد الإمبراطور قسطنطين الأول في سنة 307 إلى 337 ميلادي، وتحديدا مع نهاية القرن الرابع الميلادي قضي عليها بعد صراع طويل وكثير من القمع من قبل الحكام الرومان المسيحيين.
المرجع أرنولد توينبي، مختصر لدراسة التاريخ، الجزء الثاني، الصفحة 187. جيفري برندور، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، الصفحة 147. وأصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة، وصنفت المثرائية ضمن الديانات الوثنية، وتعرض أتباعها للاضطهاد، ومع ذلك بقيت بعض آثارها في المسيحية، منها اتخاذ يوم الأحد للعبادة. وفي سنة 313 ميلادي أعلن الإمبراطور قسطنطين يوم 25 من ديسمبر ليكون عيد ميلاد المسيح، وهو اليوم نفسه الذي كان الإمبراطور أوريليان سنة 270 إلى 275 ميلادي قد اتخذه مناسبة للاحتفال بعيد ميلاد ميثرا. المرجع ميرداد إزادي، ذا كوردز، الصفحة 139. ويعتقد أن الإمبراطور قسطنطين الأول هيأ المناخ السياسي والاجتماعي لانتقال المجتمع الروماني من المثرائية إلى المسيحية، ودمج بعض الرموز المثرائية في المسيحية. ويعتقد أيضا أنه قبل ذلك كان القديس بولس بول أعدم سنة 64 أو 67 ميلادي قد قام بدمج بعض المعتقدات والشعائر المثرائية في المسيحية. وجدير بالذكر أن اسم بولس قبل اعتناقه المسيحية هو شاول، وهو من أسرة يهودية في مدينة طرسوس في كيليكيا، وكانت طرسوس من مراكز المثرائية في آسيا الصغرى. وقد مر أن آسيا الصغرى كانت مهد الميثرائية بصيغتها الجديدة، ومع أن المسيحية انتصرت على المثرائية وإزاحتها، لكن واصل الرسامون والنحاتون الاستفادة من التراث المثرائي في تصوير أحداث لها علاقة بالكتاب المقدس الإنجيل، ومنها صورة إيليا المسيح وهو يعرج في عربة إلى السماء. وإن آثار المعابد المثرائية ما زالت مدفونة تحت بعض الكنائس المسيحية. دينان متفاعلان. وعموما ثم رأيان بشأن العلاقة بين المثرائية والمسيحية. الرأي الأول يرى أتباعه أن المشتركات بين الدينين هو ما يلي: 1. صفة ابن الله لكل من ميثرا وعيسى. 2. وصف كل منهما بنور العالم. 3. ولادة كل منهما من عذراء. 4. يوم ميلادهما هو 25 من ديسمبر. كانون الأول. 5. عاش كل منهما عازبين. 6. عدد تلاميذ حوارين صحابة كل منهما 12 فردا. 7. قيام 3 موغ بزيارتهما وهما طفلين وقدم لهما الهدايا. 8. لكل منهما معجزة في شفاء المرضى. 9. احتفل كل منهما في العشاء الأخير مع تلامذتهما قبل الصلب. 10. صلب كل منهما للتكفير عن خطايا البشر. 11. دفن كل منهما في قبر صخري. 12. قام كل منهما من الموت في اليوم الثالث. وأضاف عالم النفس الألماني كارل جونغ أن في المثروية والمسيحية كان قربان الثور وليس قربان الكبش رمزا دينيا مركزيا، وهو يسمي الميثرائية الديانة الشقيقة للمسيحية وأنجح منافسيها. المرجع كارول جوستاف يونغ، دور الشعور، الصفحة 29. وبناء على هذه المتشابهات يرى بعض الباحثين أن كهنة المسيحية الأوائل اقتبسوا بعض الرموز والمفاهيم والشعائر من المثرائية ودمجوها في المسيحية كي تكون مقبولة عند الناس في ذلك العصر. دمج النبي عيسى بالشمس. الرأي الثاني يرى أتباع هذا الرأي ومنهم رونالد ناش أن المسيحية ليست نسخة من الميثرائية، وأن الميثرائيين اقتبسوا من المسيحية ودمجوا صفات المسيح عيسى في مثرى. ويذكر أصحاب هذا الرأي أيضا أنه لم يكن في المثرائية شيء حول القيامة من الموت، وأن المثرائية كانت ديانة عسكرية في حين أن المسيحية ديانة سلام. ويرى نورمان جايلر أن المسيحية تأسست على اليهودية وليس على المثرائية.
وثم من يرى أن فكرة المسيح المخلص التي أخذت الديانة المسيحية منها اسمها مأخوذة من التراث اليهودي وليس من التراث المثرائي. أين هي الحقيقة؟ نعتقد أن التفاعل بين دينين متجاورين ومتصارعين في جغرافيا واحدة ظاهرة عادية، ولا غرابة أن يكون في المسيحية شيء المثرائية، وأن يكون العكس أيضا، ففي تاريخ الأديان أدلة عديدة على هذا التفاعل الثقافي. ومثال ذلك أن العبرانيين اقتبسوا من الميثولوجيا السومرية قصص الخلق وآدم وحواء وشجرة الحياة والطوفان وغيرها، واقتبسوا الاعتقاد بوجود كائن شرير اسمه عزازيل شيطان من الميثولوجيا الحورية ومن اليهودية. انتقلت هذه القصص والاعتقادات إلى المسيحية والإسلام، وإن موضوعات القيامة والعالم الآخر والحساب والعقاب والثواب والجنة والجحيم كانت موجودة في الزرادشتية، ومنها انتقلت إلى اليهودية، ومن اليهودية عبرت إلى المسيحية ثم إلى الإسلام. بل إن جذور الاعتقاد بظهور شخص تحل فيه روح الله ويقوم بدور المسيح المخلص للبشرية هي موجودة في اليزدانية وفرعيها المثرائية والزرادشتية، وليس مستبعدا أن يكون العبرانيون قد اقتبسوها حينما كانوا منفيين في كردستان. وإن شعائر حج المسلمين سنويا إلى الكعبة في مكة كانت موجودة في الميثولوجيا العربية قبل الإسلام، وأحيانا يقتبس أتباع الدين القديم من الدين الجديد بعض الرموز والشعائر لحماية أنفسهم من القمع الديني وللإبقاء على دينهم وإن كان بصورة محرفة. ومثال ذلك ما نراه في اليرسانية ككي، وفي العلوي هالاوي يساوي آلاوي، وفي الأيزيدية من مؤثرات إسلامية واضحة، وخاصة وجود رمزية الإمام علي في اليرسانية والعلوية، وسيأتي تفصيل ذلك في دراسات قادمة. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي، 24 من يناير 2016. إعداد سردار رامان.